اصدقائي الحلوين، صباح الخير. بتمنى يكون يومكم جميل النهارده وانتوا بتشوفوني. هعمل النهارده معاكم فيديو سريع وبدون ملل، ان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى هعمل معاكم احلى صوص كراميل على الاطلاق، وكمان هقول لكم من نفس الطريقه ازاي تعملوا صوص التوفي بدون كريمه وبتكلفه اقل بكتير من انكم تعملوه بالكريمه. هعمله معاكم بقوام كريمي وناعم وبطعم غني احلى من اللي بيتعمل بالكريمه، وكمان هقول لكم ايه الفرق بينهم، ولو جربتوه بالطريقه دي مش هتعملوا غيرها وعلى ضمانتي. وكمان صديقتي شهد طلبت مني صوص الكراميل، وانا ما اقدرش اتاخر عليكم، كفايه ثقتكم فيا. وبرده هقرا الكومنت بتاع شهد، بتقول وصفه جميله وتحفه بجد، ويا ريت تعملي صوص الكراميل كمان. عملته علشانك يا شهد، ولو حابين اسمكم يظهر معايا على الشاشه فكل اللي هتعملوا تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتكتبوا لي كومنت، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هظهره معايا على الشاشه. اول حاجه هعرفكم ايه الفرق بين صوص الكراميل وصوص التوفي. صوص الكراميل قوامه خفيف، اما صوص التوفي فبيبقى قوامه اتقل. ناس كتير طلعت له بدايل، والبديل بيستخدموا الحليب بدل الكريمه وبيضيفوا حليب باودر، بس رايي طعمها مش غني زي اللي هعمله معاكم، وانتوا هتجربوه تحكموا بنفسكم. طب ايه هو الدولسي دي ليتشي؟ فهي حلوى تقليديه تنتشر في اسبانيا وبعدها امريكا اللاتينيه، وبعدها اتشهرت في الدول العربيه، وبتشتهر كمان باسم حلوى الحليب، وليها طرق كتير في تحضيرها، وبتتحضر بمكون واحد بس هو الحليب المحلى المكثف. وطعم دولسي دي ليتشي قريب قوي من الكراميل. طب مكتوب في العنوان تتحضر بثلاث مكونات بس، هما السكر والميه والشوكولاته البيضاء. دي 200 جرام من الشوكولاته البيضاء. انا هنا استخدمت دريم، طعمها غني جدا وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كمان السكر هحتاج تلتين كوبايه وزن 150 جرام، والميه هحتاجها سخنه مقدارها هيبقى زي السكر 150 جرام برضو. شوفوا يا جماعه، الطريقه دي مشهوره من زمان على السوشيال ميديا، بس المقادير مش مظبوطه. انا عملتها 4 مرات لحد ما عرفت المقادير الصحيحه، وكمان ترتيب الخطوات مهم جدا، بس صراحه نتيجتها فعلا تستحق التجربه. واول حاجه هكرمل السكر، ولازم الكزرونه او الطاسه او حتى الحله اللي هتعملوا فيها تكون تقيله عشان السكر ما يتحرقش معانا. ولو اول مره بتكرملوا سكر اختاروا حاجه فاتحه عشان تاخدوا بالكم وما يغمقش معاكم، وطعمه بيبقى مر لو غمق. هحطه على نار هاديه. نجاح الكراميل متوقف على الحاجتين، النار تبقى هاديه والحاجه اللي هكرمل فيها تبقى تقيله. ولازم تبقوا واخدين بالكم ان لا قدر الله السكر يجي على ايديكم وهو على النار، او اطفال تبقى واقفه جنبكم. لسعه السكر بتبقى صعبه جدا. اول لما يبدا يلون هحركه خفيف جدا، واحاول بالسباتيولا كده اطلع السكر اللي لزق من تحت. طبعا لو طاسه مش بتلزق سيراميك او جرانيت هيبقى افضل بكتير، بس كل اللي عندي غامق. عملت في الكزرونه دي عشان فاتحه وتبقى واضحه معاكم. ولما يسيح بالشكل ده هقلب فيه باستمرار لحد ما كل السكر يدوب معايا وما يبقاش فيه اي تكتلات. ولو حسيت انه هيتحرق قبل ما يدوب كله ممكن تشيلوه بعيد عن النار وكملوا تقليب بعيد عن النار، ولما تحسوا ان هدوا رجعوه تاني على النار مع التقليب المستمر. ولما يدوب خالص اكون محضره جنبي الميه السخنه، هنزل عليه بالميه السخنه شويه بشويه. وريت تنتبهوا عشان مفيش حاجه تيجي عليكم، هتلاقوه مسك في بعضه. هتقلبوا فيه باستمرار لحد ما يفك ميبقاش فيه اي كتل والسكر يدوب خالص في الميه. هضيف بقى كده رشه من الملح عشان تعدل الطعم، يعني تقلل من حموضه السكر، وهقلبه وبعدها على طول هشيله من على النار. ودلوقتي هضيف عليه الشوكولاته البيضاء وهو سخن. بلاش تقلبوا الشوكولاته في الخليط وهو على النار عشان هتلاقوه نشف معاكم، مش هيبقى طري وكريمي. هقلب الشوكولاته كويس لحد ما تدوب. الخطوه دي بقى اختياري، ممكن تستغنوا عنها. هضيف مكعبين من الزبده. انا بعمل الخطوه دي لما بيكون عندي زبده نوعيتها كويسه، بتخلي طعمها غني اكتر، خاصه لو زبده نيوزيلندي. وعادي لو ما ضفتوهاش، الشوكولاته البيضاء اللي احنا حاطينها بتبقى معموله بزبده. ودلوقتي هعملها بالهاند بلندر، وممكن تعملها في الخلاط عادي برضو عشان انا عاوزاها تبقى ناعمه. وعشان ازود النعومه وتبقى كريمي اكتر وما فيهاش اي تكتلات، هصفيها بمصفى سلك واغطيها بالبلاستيك راب عشان الوش ما ينشفش معايا. ودي كده بعد ما بردت.
ده شكلها وقوامها، طعمها بجد يتجنن، رهيبة جدا. طعمه قريب قوي من الدانت، بس الدانت بيتعمل بحليب ونشا. الله على النعومة، بصوا قوامها عامل ازاي. احنا متفقين ان التوفي قوامه اتقل من الكراميل، عشان يبقى تقيل كل اللي هنعمله هشيله في التلاجة ليلة، ولو عاوزينه يبقى اتقل شوية هنشيله في الفريزر. وده كده قوامه بعد ما سبته ليلة في التلاجة تقل مع نفسه. وده بقى صوص الكراميل اللي عملته بالحليب السائل والحليب البودر. بجد تعبت نفسي على الفاضي. هو شكله حلو بس طعمه مش غني زي اللي انا عملته معاكم بالشوكولاته، لكن ده حلو قوي اللي معمول بالشوكولاته. بتمنى طريقه الصوص اللي عملتها معاكم تكون بجد عجبتكم، وجربوها عشان فعلا تستحق التجربه. ولو جربتوها ابعتولي كل تطبيقات على الانستجرام، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو فعلا عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد وانتم مبسوطين وفرحانين. مع السلامه.